في حاجة كده ما بناخدش بالنا منها ودي حاجة مهمة جدًا، لإن دي بتعمل تصبُّغ في المنطقة دي ما بيروحش. كُلّنا بندوّر على eyeliner أو كُحْل يكون ثباته بيقعد معانا أطول فترة ممكنة علشان خاطر ما يسيحش ويهبِّب حوالين منطقة العين، ودي من أخطر الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها كويس جدًا، لإن الeyeliner اللي الpigmentation بتاعه عالي أو الكُحْل اللي الpigmentation بتاعه عالي بيعمل تصبُّغ في المنطقة دي، سواء في الجفن أو تحت العين. هتلاقي حتى إن في ناس من كتر ما هو بيعمل pigmentation أو الpigmentation بتاعه قوي بيعمل تصبُّغ على شكل الeyeliner بالضبط، فبيبقى عندِك تصبُّغ ما بيروحش وأنتِ بتستخدمي كريم مرطب لمنطقة حوالين العين وكمان كريم بيعالج الهالات. فأنتِ كل يوم بتجددي الصبغة دي بإنِّك بتحطي حاجة تكون ثابتة معاكِ، وطبعًا كلنا في الصيف بندوّر على حاجة يكون ثباتها عالي وسوادها فاحم، كلنا بندوّر على الموضوع ده. فخدي بالِك كويس جدًا من نوع الeyeliner أو الكحل اللي أنتِ بتستخدميه، لإن ده بيعمل تصبُّغ للجلد، مش بس الصبغة بتاعته بتفضل موجودة أطول فترة ممكنة علشان خاطر ما تسحش ويبقى شكلها حلو في عينِك. فخلّي بالِك كويس جدًا لو بتستخدمي النوع ده من الeyeliner والكحل إنِّك تستخدمي معاه makeup remover waterproof أو تبدّليه خالص، لإنه بيصبغ الجلد ومهما كانت قوة الmakeup remover مش هتقدر تشيل لِك الصبغة من الجلد. وخدوا بالكم إن ده مش في الكحل والeyeliner بس، ده في باقي الmakeup لمّا يكون الحاجة الpigmentation بتاعها عالي وإحنا متعودين نحط makeup كتير، ده بيعمل لنا صبغة على الجلد بتبقى موجودة على الجلد مش على سطح الجلد. خدوا بالكم من التركاية دي كويس جدًا لإنها بتفرق جدًا في صحة بشرتنا وإحنا مش واخدين بالنا منها خالص.